استبدلوا الكريمات اللي كنتوا ترطبوا فيها بشرتكم فترة الشتاء وقت ما كانت بشرتكم مرة جافة بهذا. أمل قريبية من الشاشة. أيوة شايفين هذا ترطيبه مرة خفيف وفعال، يعني مو أقولك خفيف ما رح تستفيدي، خفيف ومرة فعال. فاستبدلي كريم المرطب اللي ترطبي فيه وجهك بمرطب خفيف وفعال، ما يكون تقيل مرة وترطيبه عالي. السان بلوك طبعا احاول على قد ما اقدر ان انا ما بكميات فاونديشن وكونسيلر وزي كذا بالبشرة تكون مرة دوي. في ترطيب صح؟ ايوه. واساسا كمان في سان بلوك يكون فيه اساسا نسبة ترطيب، يعني حتى المرطب مو لازم تستخدميه ابدا. كمان حتستخدم المرطب لانه متشمسه وبشرتها مره قاعد تقشر، بس ما راح تستخدم مرطب مره قوي، هذا المرطب الخفيف الفعال في نفس الوقت. امل حتى تحت عينك ماشي. اوكي. ايه حنرطب الوجه كله تحت العين، لا تنسي عشان كونسيلر بس مخطط. ماشي. وحننتظر المرطب ينشف وعلى طول نبدا نسوي لكم البشره. منديل فيه شويه اويل، طيب امسحي كل اللي اللي حواجبهم سميكه، امسحي مسحه كذا بالاويل، بعدها استخدمي الماسكارا الشفافه والحواجب. ايوه تصير خفيفه ومره سهله في الرفع. بنات منديل امسحي كذا بالاويل اللي بس حواجبهم سميكه، وشوفي الفرق لما تيجي تسوي الماسكارا الشفافه كيف حيكون مره سهل. ايوه مره حيطلع حلو. كيف منيحه كان. يلا دحين حنشط حواجبها، حتكون علي مرة سهلة لأني حطيت مسحة أويل. شايفين؟ مرة سهلة، حتى بالمسكرة الشفافة حتكون سهلة. طبعا المسكرة الشفافة بس أجي أستخدمها راح أشيل الطبقة الأولى منها وخلاص. تبدأي أول شيء تعملي زي كده، تمشطي الحاجب. أوكي امسكي أمل. بعد ما تمشطي الحاجب بالمسكرة الشفافة تشدي كده وتبدأي تلصقي على حسب. شوفوا لو جبينك مرتفع خلي الحاجب زي كذا على فوق. لما تخلي الحاجب كذا على فوق على طول مسافة الجبين تقصر. تمام. بس عشان أمل جبينها يعتبر مو مرة كبير فحخلي لها حواجبها عادية. كذا مايلة، ما حخليها على فوق، حخليها مايلة. شايفين كيف المسكرة؟ بالله تشوفوا مرة سهلة. ليه؟ عشان بس عملت مسحة اويل. شوفوا ما راح تعبكم ابدا. اي وحدة حواجبها سميكة والله تدعي لي. وفكره حلوه لان هذه بنفت فيها زي سبراي. ايوه شوفوا بنات بالله شوفوا كيف ارتفعت وعلى طول لا كتلات ولا اي حاجة. شوفوا لان دائما اللي حواجبهم سميكة يتعبوا بالمسكرة الشفافة او بصفة عامة رسم الحواجب. شوفوا ما شاء الله كيف صارت. شوفوا كيف مرتبة. اشوف الجهة الثانية ورفعتها كمان لها، خليكي في النص. شوفوا شوفوا قد ما ترفعيها وثابتة بس مسحة اويل. انا دائما اتاخر من ورا حواجب. لا بس اعملي مسحة اويل. شوفوا كيف مرتبة. صراحة احلى طريقة تسووها. لها درجة كونسيلر واحدة. شايفين هذا خط الهالات صح؟ اي انسانة عندها هالات لا تحط الكونسيلر هنا، تحطه تحت الهالات مباشرة زي كذا. شايفين هذا خط الهالات كذا عند تحت خط الهالات مباشرة. طيب ومو لازم تخلي الكونسيلر ينشف لو هالاتك ما كانت غامقة. لو هالاتك غامقة ضروري تنتظري الكونسيلر ينشف. أمل لأنه هالاتها مرة خفيفة فخلاص عادي على طول حطبطب بشويش أخف شيء وأبدأ أطلعه على فوق، بس التركيز يكون هنا عند الهالات. أوكي الجهة الثانية حطبطب بشويش كذا من عند الخط وأطلع فوق. أبغى البشرة تكون صحية، حتى حكاية التنوير هذه مستحيل أسويها في لوك صيفي. أبغى البشرة كلها يكون لونها واحد موحد. تحسوه يصير صحي
كذا ومنور، صح ولا لا؟ اهم شيء ما تعمليه تحت العين مرة تنوير وقت النهار، فهمتوا؟ يعني عادي التنوير تعمليه وقت الليل عادي، بس وقت النهار كذا حلو يكون تحت العين ناعم، جايب نفس تقريبا لون الوجه، ما ابيض وما يطلع حلو صح؟ ابدا كده. واو، كأني عاملة فيلر، شيء يجنن. طبعا هذا قبل التثبيت بنات امل مره عجبها ما شاء الله تحت عينها. ايوه دحين حوريكم كيف نخلي الوجه دوي بهذا الشيء الرائع. شايفين هذا اللي تكلمت لكم عنه تقريبا قبل 4 ايام، الحين اوريكم كيف تستخدموه. اوكي زي الهايلايتر سايل بس ما فيه الجليتر اللي هي حبوب الجليتر اللي مره تستفزني لما اشوفها. دقيقه بس. يلا خلاص حبيت اللون. ايوه مره حلو. واو، هاخذ من هنا واحط هنا. تمام يلا. وابدا. شايفين هذا الخط اللي راح يكون هنا تحسيه شويه في فرق بينه، لانه انا قلت لكم ما ابغى تحت العين يكون فاتح، فتكه اغمق من بشرتها. مع البلشر راح يتوحد كله ويصير قطعه واحده. اخترت لها اللون البينك كذا عشان النهار. وهذه تقريبا اكثر فرشه انا مره اعشقها لدمج الفاونديشن واي شيء سايل. صح يجنن؟ واو مره حلو. انا وعدتكم انه يكون احلى لوك صيفي. عيونك كيف انا رغد؟ مستمتعة والله. يلا مرة مستمتعة. ايوه مره حلو، كله مندمج مع بعض. ركزوا ما في لونين كونسيلر. الجهه الثانيه حدمجها. رغد انت ما شاء الله ختمتي الدورات معايا والله انا ما شاء الله مرة محظوظة. اهم شيء استفدتي. والله استفدت صراحة، يعني من جد بدعتي. صح؟ من جد. لسه ما سوينا العين، لسه استنوا العين. يلا امل طالعي. واو واو واو. واو تقلبت درجة قلبت البشرة من جد 180 درجة. واو. أمان اللي حتطلع في النهار تسوي هذا اللوك. وهذا أمانة الكونسيلر عليكم. هذا اللون وهذا الدرج لا فاتح. لا تحطوا فاتح، والله نصيحة مني. طبيعي. كونسيلر وتنوير فاتح بوقت النهار شكلك راح يطلع اكس مرة مو حلو. شوفي ما أنعم شكلها، حتى الوجه صار صحي يمين ويسار. واو والله واو. لا ذيك الجهة كمان حلوة. واو واو واو. لكل البنات اللي عاملين تان هذه أكثر درجة تناسبكم. بشوف الكمية اللي ححطها لأني ما أبغى أشيل صراحة شكل الدوي من بشرتها، فشوفوا كمية لا تذكر على فوق، بس يدوب أشيل اللمعة اللي هنا. لو جيتي حطيتي لوس باودر زي كذا وعملتي حيصير على طول تنوير، وإحنا ما نبغى التنوير أبدا، نبغى بس نشيل اللمعة اللي تحت العين عشان لا يخطط مع الوقت. أبغاها طول ما هي في وقت النهار ومعرضة للشمس الميك اب يكون نظيف ومرتب. خلصنا. الحبة هذه حتشوفي ايش حسوي لك في الحبوب يا بنات. ابغاكم تشوفوا الحبوب ايش حنسوي فيها. البرودكت ايش حسوي فيه؟ امل غمضي. ححطه هنا وححطه هنا. تمام. حجيب فرشة بلاستيك مش فرشة شعرها طبيعي، لأن الفرشة شعرها طبيعي ما راح تدمج لك هذه الألوان المائية. تمام. فحسوي زي كذا بس، وحقرب عند المدمع. اليوم ما اقول لك مع ابغى كذا اضاءة عند المدمع. حتكون لمعة مرة حلوة. تمام. إلى الآن إحنا في نفس البرودكت. حنقدم لغاية هنا. خلاص بعدين كذا بيدي أدمج. جيبوا هذا الجليتر من أربن ديكي. تمام. بس شوية كذا يدوب مسحة
كانه هذا كانه اللهم صل على محمد، كانه لوس باودر، الاشياء المائيه. الكونسيلر مثبت باودر، هنا الاشياء المائيه اللي هنا نثبتها بجلتر. هذه معلومه مره حلوه، استفيدوها عشان ما يكتل معاكم كذا. بس طبطبه كذا، انا كاني ثبته. خلاص كذا ثبته. افتحي. الله، شايفين هذه اللمعة؟ وفي الحقيقة أحلى وأحلى، ما راح تخف أبدا لأني ثبت. بشوية موية وحستخدمه كذا في الطرف عشان ما ابغى اخرب الشدو. شدو بني تمام. شوف ايش حسوي. بشوية موية قد ما اقدر. ركزوا بنات، شايفين نهاية الجفن؟ حرفعه، ححط الشدو من فوق، ما راح احطه كذا من تحت عشان ابغى افتح عين. فشوفوا كيف، شايفين؟ واضح لكم؟ من فوق وشوية كذا ربع العين. تمام. اشوف طالع هي بس عبال افتح لها عينها. ارجع اسحب مرة ثانية وابدأ امده. والشدو لما يكون بالموية مرة يكون سهل في الاستخدام، وتقدري حتى لو غلطتي تمسحي تعدلي تسوي اللي تبغيه. خلاص تقدري تطلعي زي ما تبغي فوق. شوف طالع امل؟ يس، شايفين كيف صار؟ واو. شوفوا كيف ابدا كذا ولا كذا. انا بوسع لها عيونها وفي نفس الوقت حنحف لها الخط اللي سويته. شوفوا مرة نحفته كله بالكحل البيج. الشاشة بس بتشوف. عارفة؟ حلو. كذا ترفعي على فوق، تحطي الرسمة اللي تبغيها بالكحل البيج. شوف طالع في النص. يس، شوفنا الخط مرة نحيف زي كذا. تمشي لغاية تقفل اللاينر. نشوف. يس، شوفوا طبعا تقدروا تكتفوا باللوك الصيفي زي كذا. تمام. هذه العين، هذه العين، وتقدروا تسووا هذا اللوك. يعني عندكم اللوك اليمين وعندكم اللوك اليسار. اللوك اليمين طبعا راح تضيفوا عليه مسكرة سفلية ومسكرة علوية. اللوك اللي هنا برضو، لانه في بنات يحبوا مرة الميك اب الناعم، وفي بنات حتى في النهار يحبوا يرسموا عينهم يوسعوها. فانا حملت الحالتين، اللي يحب الميك اب الخفيف واللي يحب الميك اب الثقيل. فدحين اول شيء حاعمل لها المسكرة طبقة واحدة. تمام. بقول لكم طريقتي في المسكرة اللي اسويها لنفسي. طبقة واحدة، وزي الكونسيلر استناها تنشف شوية، بعدها على طول احط الطبقة الثانية. شوف اشوف طالع. واو. اشوف طالع. الله الله. اعطيها طول. لو بدأت من الجذور العين تصغر. ودائما اللي عيونهم صغيرة لا يكثروا مسكرة سفلية. المسكرة السفلية مرات هي اللي ايش؟ تصغر العين اكثر. قصدي طرف الرموش. ايوه. كذا يا دوب امشي عليها.
هذا القلم من كات فون ديل اللون البني. طيب هذه الطريقة مرة تجنن، أنا دائما أسويها لما تطلع لي حبوب عادي أحط 50 حبة خال في وجهي، بس أنا حسويها بطريقة نمش. لو كانت عندك حبوب كثيرة اعمليها بطريقة نمش فترة الصيف مرة تطلع حلوة. مثلا هذه حاعملها خالة لأنه تعتبر كبيرة مرة. تمام كذا خفينا هذه الحبة. هنا عندها حبة وهنا عندها حبة. تمام وهنا بس بعد هنا عندها حبة وهنا عندها حبة وهنا حبة. كل الحبوب الصغيرة حاعملها بشكل خفيف. أشوف بس التصوير.